هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يسلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 10 من يونيو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص الجزء الأول لتناول الأحداث في إريتريا، ونعرج في الجزء الثاني لتناول الأحداث وتطوراتها في السودان. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها: تزايد كتابة شعارات الرفض والمقاومة في أسمرة، بدء الوساطة الإثيوبية في السودان بتكليف من الإيجاد، مسؤول أممي رفيع يحذر من مجاعة وشيكة في الصومال. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. بدأت العاصمة أسمرة تشهد ظاهرة جديدة وغير مسبوقة، وهي انتشار شعارات وعبارات الرفض والمقاطعة على الجدران والهواتف في الشوارع العامة. وتشير الكتابات إلى أن أغلب كتابها هم من الشباب، حيث ظهرت بشكل متكرر عبارة لن نذهب إلى ساوى، ودفعة فنقل لن نشارك بها، في إشارة لرفض الذهاب إلى معسكر ساوى للخدمة الإجبارية. وتنامت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة رغم قيام السلطات بتهديد السكان بالغرامة 5000 نخفة لمن توجد في جدران منزله شعارات مناهضة للحكومة، مع التهديد بالسجن. وتزامن ذلك مع تزايد العمل الجماهيري لحراك كفاية في الخارج. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. وصل يوم الجمعة الماضي إلى الخرطوم في زيارة مدتها يوم واحد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، والتقى رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، إضافة إلى وفد من قوى الحرية والتغيير. وقال مدني عباس مدني بأن قوى التحرير لها شرط واحد، وهو تسليم السلطة للمدنيين، وأن على المجلس العسكري تنفيذ ذلك، خاصة بعد تحديد الموقف الأفريقي في هذا الاتجاه. وتأتي الوساطة الإثيوبية بعد يوم واحد على تعليق الاتحاد الأفريقي لعضوية السودان في المنظمة الأفريقية، حيث اشترط لعودة العضوية تسليم الحكم لسلطة مدنية. وفي هذه الأثناء عاد الهدوء النسبي للخرطوم بعد قيام قوات الدعم السريع بفض اعتصام القيادة العامة، مما خلف أكثر من 100 قتيل. للمزيد أيضا حول هذا الموضوع تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. قال موقع بوابة أفريقيا الإخباري بأن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة حذر من أن الصومال يواجه مجاعة بسبب إحدى أسوأ موجات الجفاف التي تشهدها البلاد منذ عقود. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أن ما كان متوقعا أن يكون موسم أمطار عادي في الصومال هو حاليا أحد المواسم الأكثر جفافا منذ أكثر من 35 عاما. وقد قدمت الأمم المتحدة مبلغ 45 مليون دولار من صندوق الطوارئ لتعويض نقص الغذاء والمياه والإمدادات الإنسانية للصومال ومناطق من إثيوبيا وكينيا. وسيتم تخصيص 30 مليون دولار من المبلغ لمساعدة الصومال، حيث تفيد التقديرات بأن 2,200,000 شخص سيواجهون مجاعة وشيكة بحلول سبتمبر، أي بزيادة قدرها 40% من يناير الماضي. وكذلك يتوقع أن يواجه 3.2% ملايين شخص صعوبات في تلبية احتياجاتهم الغذائية في الفترة نفسها. وقال لوكوك في بيان أن الجفاف في الصومال ازداد بوتيرة أسرع من السابق في العقد الأخير. ويأتي الشح في موسم الأمطار بين شهري أبريل ويونيو في أعقاب منسوب أمطار أدنى من المعدل بين أكتوبر وديسمبر.
وقال لوكوك أن جماعات ضعيفة أصلا بسبب مواسم الجفاف السابقة تواجه مجددا مجاعة وشحا في المياه، وهي عرضة لخطر أمراض معدية ومميتة. وأضاف أن وكالات الإغاثة في الصومال تعمل فوق طاقتها وتعاني نقصا حادا في التمويل. وطلبت الأمم المتحدة تمويلا قدره 1.9 مليار دولار هذا العام لبرامجها للإغاثة الإنسانية في الصومال، ولكن فقط 22% من هذا المبلغ تم تأمينه حتى الآن. وتعرض الصومال لمجاعتين كبريين في عام 1992 وعام 2011 جراء الجفاف والنزاع الذي تشهده البلاد. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا الخبر نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. تزايد كتابة شعارات الرفض والمقاومة في أسمرة. بدء الوساطة الإثيوبية في السودان بتكليف من الإيجاد. مسؤول أممي رفيع يحذر من مجاعة وشيكة في الصومال. استمعتم مستمعي ومستمعات الأفاضل فيما مضى إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرنا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. مستمعي ومستمعات الأفاضل، نتناول حالة التمرد السائدة في أوساط الشباب الإريتري وهروب مجموعات منهم إلى إثيوبيا، وفي الجزء الثاني نتناول الأوضاع في السودان بعد فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش والموقف الإريتري مما يجري في الخرطوم ودوافعه. متابعة طيبة أتمناها لكم. هذه إذاعة إرنا. في يوم الجمعة الماضي نشرت إذاعة إرنا خبرا من مصادرها في الداخل بأن 200 طالب وطالبة من كلية ماء نفحي والمدارس الأخرى فروا من البلاد ودخلوا إثيوبيا. وجاء فرار هؤلاء الطلاب حسب ما تشير المصادر إلى حالة الإرباك السائدة في النظام التعليمي في البلاد من ناحية، ولتأثر الشباب بحراك كفاية من ناحية أخرى. وسوف نركز على الجانب الثاني من الخبر، وهو التأثر بحراك كفاية، حيث تبادلت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجدران في العاصمة عليها كتابات ترفض حملة الذهاب إلى ساوى، ورفض للحملة المسمى بدفعة فنقل، حيث ظهرت جدران لمؤسسات حكومية ومنازل عليها بالحرف الواحد دفعة فنقل نرفض الذهاب إلى ساوى. وكنا قبل ذلك قد أشرنا إلى مثل هذه الكتابات التي بدأت في الظهور على الجدران منذ شهر مايو الماضي، خاصة في كرن وتسني. وتوفرت لدينا المعلومات من شهود عيان إلى أن إدارة بلدية تسني بالتحديد فرضت على السكان غرامات وهددتهم بالسجن في حال وجود كتابات على جدران منازلهم. واحتج بعض السكان بأنهم يستيقظون في الصباح للتوجه إلى أعمالهم ويفاجؤون بوجود الكتابات على جدران المنازل دون أن يعرفوا من قام بكتابتها. وتهربا من العقوبات والغرامات، يقوم الأهالي في حال وجود كتابات على جدران منازلهم بمسحها بالمطهرات في عملية قد تستغرق ساعات طويلة. الحكومة الإريترية من جانبها بدأت تستشعر بأن الجماهير في الداخل وصل بها درجات الاستياء والتذمر إلى الحديث بشكل علني ضد الحكومة وسياساتها. وليس ذلك فحسب، بل أصبحوا يتكلمون مع أقربائهم في الخارج بحرية كبيرة وينتقدون الحكومة علنا. وقامت جماهير واسعة في الداخل بمتابعة حراك كفاية، مما أدى بالحكومة قبل أعياد الاستقلال الأخيرة إلى قطع خدمة الإنترنت من البلاد وحصرها فقط في المسؤولين الكبار في الدولة والجبهة الشعبية. ولا زالت أصداء حراك كفاية تجد تعاطفا كبيرا واستخدام الطلاب كلمة كفاية عند الكتابة في الجدران، مشيرين إلى كفاية ساوى ولن نذهب إلى المعسكر.
يعد هذا التطور اللافت نوعا من المقاومة الشعبية التي بدأت تظهر في البلاد مؤخرا، متزامنة مع الحراك الذي قاده الشباب السوداني وأدى إلى إسقاط حكم الرئيس البشير في السودان بعد 30 عاما من التسلط. والشباب الإريتري يرى أيضا من خلال المتابعات الإعلامية بأن الشباب الجزائري نجح كذلك في إسقاط حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. كل هذه المؤشرات يضاف إليها الهزة الكبيرة التي أحدثتها مدرسة الضياء الإسلامية، يمكن أن تشكل موجة تعمل ببطء مع حالة التذمر والتراجع التي وصلتها البلاد، مما يبدو أن خيار الخروج من البلاد لن يكون هو الخيار الوحيد المتبقي أمام الشباب والشعب الإريتري في مقبل الأيام. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم في الجزء الأول من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث إلى تعليق رصد مظاهر المقاومة والعصيان في العاصمة أسمر. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونتناول فيه بالتعليق والمتابعة أحداث السودان في الأسبوع الماضي والموقف الإريتري ودوافعه منها، تحت عنوان السودان والنفق المظلم. هذه إذاعة إرينا. شهد السودان في يوم الاثنين الماضي 3 يونيو الجاري 29 من شهر رمضان المبارك أعنف عملية دموية في تاريخه السياسي، حيث قامت وحدات مسلحة من ميليشيات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري حمدان دوغلو حميدتي باقتحام مقر اعتصام قوى الحرية والتغيير أمام القيادة العامة للجيش السوداني في الساعة 4 صباحا. وبدأت القوات على الفور في إطلاق النار عشوائيا على المعتصمين، واستخدمت الهراوات والصياط لضرب الأحياء منهم. وحسب الإحصاءات المتوفرة حاليا عن لجنة أطباء السودان، فإنما يزيد عن 108 أشخاص لقوا حتفهم في إطلاق الرصاص الحي على الرأس والصدر بغرض القتل. وأكدت نفس المصادر العثور على 40 جثة طافية في النيل تم رميها للتخلص منها وربطها بأثقال. وأكد شهود عيان كانوا حاضرين بأن عملية فض الاعتصام كانت عملية منظمة شارك فيها حوالي 2000 من ميليشيات الدعم السريع. وبعد ذلك سجلت كاميرات بعض الناشطين حالات اعتداء واسعة على السكان في الخرطوم، حيث أفادت مصادر أخرى بأن 50 شخصا تم قتلهم في بحر يوم الثلاثاء في ظرف ساعتين فقط من محاصرة ميليشيات الدعم السريع للمدينة. وبدأت القوات نفسها بضرب المدنيين بالسياط وحلق شعورهم واستخدام العصي ضد المواطنين بما في ذلك كبار السن. وتزامن ذلك مع عيد الفطر المبارك، والذي يعتبر العيد الأكثر دموية في تاريخ البلاد منذ استغلالها عام 1956. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. الطريق المسدود والنوايا المبيتة. قبل خواتيم شهر رمضان المبارك، وصل التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى طريق مسدود، حيث رفض المجلس العسكري بشكل واضح تكوين مجلس سيادة بقيادة مدنية. وقال أعضاء المجلس بأنهم لن يكونوا شركاء ثانويين. وأكد حميدتي بأنه لن يقبل بأن يرجع الجيش إلى ثكناته، وأنهم جاءوا ليحكموا، وأنهم خاصة في ميليشيات الدعم السريع اكتشفوا بأن قوى الحرية والتغيير على حد قوله تريد إبدال نظام البشير الشمولي بنظام شمولي آخر تريده أن يحكم، وقال بأنه لن يسمح بذلك. وتزامن تعنت المجلس العسكري مع زيارة قام بها رئيس المجلس إلى كل من مصر والأمارات، ثم زيارة قام بها نائب رئيس المجلس إلى السعودية اجتمع خلالها إلى ولي العهد السعودي. وحينها بدأت الهواجس تكبر في صدور قوى الثورة والتغيير مع تزايد تصريحات أعضاء المجلس بأن التفاوض وصل إلى طريق مسدود. وعاد الكثيرين تذكر كلمة حميدتي التي قال فيها
لو أردنا فض الاعتصام لفضضناه في دقائق، ولكننا لا نريد. وبالفعل خطط المجلس أو جزء منه لعملية اقتحام مقر الاعتصام مع ساعات الصباح الأولى. وروايات الشهود العيان للعنف في المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات الدعم السريع ضد المعتصمين لم تظهر مباشرة، لأن المجلس قام بتعطيل خدمة الإنترنت في سائر أنحاء البلاد وحاول فرض تعتيم كامل. وبعد فض الاعتصام أطل رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان ليقول بأن المجلس علق التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وأن انتخابات سوف تجرى خلال 9 أشهر. ومع المجزرة وقرار تعليق المفاوضات بدأت الضغوط الدولية ضد المجلس من المنظمات الدولية والدول في الظهور، وكلها انصبت في ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات. في اليوم الثاني خرج عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس للملأ وتحت الضغوط الدولية قال بأن المجلس سوف يبدأ في مفاوضات غير مشروطة، ولكن قوى الحرية والتغيير علقت المفاوضات من جانبها ودعت إلى عصيان مدني شامل ضد المجلس العسكري وقيادته والمجزرة التي ارتكبها الأسبوع الماضي. هذه إذاعة إرنا. المجلس والضغوط الدولية. عندما خرج رئيس المجلس في اليوم الأول بعد المجزرة للحديث كان ممتلئا بالثقة، معلنا وقف التفاوض ونية المجلس تشكيل حكومة انتقالية والدعوة لانتخابات عامة خلال 9 أشهر. لكن في اليوم الثاني وبعد الاستنكار الدولي للمجزرة والدعوة للتفاوض تراجع المجلس معلنا مد يده للتفاوض دون شروط. جاء هذا التراجع بعد اتضاح حجم بشاعة الجريمة المرتكبة ضد المدنيين في صباح الاثنين، حيث بدأت تسريبات تظهر إطلاق الرصاص الحي على المعتصمين وضرب الأحياء منهم، والأسوأ هو قتلهم ورميهم في مياه النيل بعد ربط أثقال إلى أقدامهم حتى لا تطفو جثثهم فوق الماء لاحقا. ولكن النشطاء صوروا عملية انتشال لجثث من الماء، من ضمنها جثث لفتيات كن معروفات بتجهيز الإفطار في خيمة في ساحة الاعتصام. في يوم الأربعاء اجتمع مجلس الأمن لينظر في الوضع في السودان، ولم يستطع أن يصدر بيانا موحدا نظرا للموقف الصيني والروسي، واللذين لم يبديا أي اكتراث لحالات القتل والمطاردة واستمرار محاصرة العاصمة حتى يوم الخميس الماضي، موعد اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي، وهو المجلس الذي أصدر قرارا علق فيه عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي حتى تسليم السلطة لمدنيين، وهو ضربة دبلوماسية كبيرة للسودان وحكومة الأمر الواقع فيه، وهو بلد يعتبر من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية في الستينات والاتحاد الأفريقي في التسعينات. الغريب في الأزمة السودانية هو إصدار إريتريا لبيان من وزارة الخارجية يوم الخميس الماضي أيضا طلبت فيه إريتريا من الاتحاد الأفريقي عدم تدويل قضية السودان. وقال البيان بأن الاتحاد الأفريقي مشهور بالمعالجات الخاطئة للأزمات الأفريقية ومعروف عنه العجز، وأن تدخله في الشأن السوداني سيضر القضية السودانية. ويعتبر هذا البيان مستغربا من أسمرة التي حددت موقفها مع المجلس العسكري ضد الشعب السوداني وخياراته، وهو أمر درج عليه النظام في أسمرة. فالنظام وبترتيب وبإعاز من محاور إقليمية أرسل وزير خارجيته للخرطوم، واجتمع الوزير إلى رئيس المجلس ونائبه، ولكن الأساس أن أسمرة تعتبر ضد أي تحرك للشعوب ضد الحكومات المستبدة، أولا لأنها بطبيعتها محكومة بنظام استبدادي قهري، وثانيا لوقوفها ضد الشعوب في أيام الربيع العربي. وبعيدا من أسمرة تبدو كل من روسيا والصين واقفتين إلى جانب المجلس العسكري، وذلك بسبب أن البلدين يدركان أن مصالحهما الاقتصادية والعسكرية في السودان لا يحققها سوى حكم عسكري، وعلى رأس هذه المصالح مبيعات السلاح والتعدين. وتطمح كل من بكين وموسكو
في السيطرة التامة على هذين القطاعين. على الصعيد الدولي أيضا تتزايد الضغوط على المجلس، حيث قالت المتحدثة بوزارة الخارجية الأمريكية بأن العنف ضد المدنيين يجب أن يتوقف فورا، وأن المجلس العسكري يجب أن يسعى جادا لتسليم السلطة لحكومة منتخبة مدنيا في البلاد. أما الاتحاد الأوروبي فقد أيد قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية السودان في المنظمة الأفريقية، وطالب بتحقيقات شفافة ودولية في أعمال القتل والنهب التي ارتكبتها الميليشيات والقوات النظامية في الخرطوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. الخروج من عنق الزجاجة. السفارة الإثيوبية في الخرطوم أعلنت يوم الخميس الماضي بأن رئيس الوزراء الإثيوبي سيزور الخرطوم، وذلك بغرض اللقاء مع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وتحديد الدبلوماسية التي يتحرك فيها ضمن القارة الأفريقية، خاصة بعد قرار الاتحاد الأفريقي، وذلك بالسعي للتشاور حول الحكم المدني حسب ما أفادت السفارة. وفي كل الأحوال فإن الأفق المسدود في العلاقات بين المجلس العسكري الانقلابي وبين قوى التحرير وسع من عمقها الدماء البريئة التي سالت في العاصمة وفي مدن أخرى، والمعالجات الخاطئة لوضع يتسم بالحساسية الشديدة. ففضل الاعتصام أمام القيادة العامة جعل خيار العصيان شاملا لكل أنحاء البلاد وليس محصورا في بقعة محددة، وهو الأمر الذي دفع اتحاد المهنيين السودانيين إلى الدعوة إلى عصيان مدني شامل يبتدي مع نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، ويكون وسيلة ضغط كبرى مع العبء الأخلاقي الذي يتحمله المجلس العسكري نتيجة قراره المتهور بقتل المدنيين. بالفعل وصل رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الخرطوم بتكليف من الإيجاد، والتي تترأس إثيوبيا دورتها الحالية، حيث كان مجلس السلم والأمن الأفريقي قد كلف منظمة الإيجاد بمتابعة الوضع في السودان ومساعدة الفرقاء هناك بالتوصل إلى حل تفاوضي. واجتمع أبي أحمد مع رئيس المجلس العسكري إضافة إلى وفد من قوى الحرية والتغيير، والتي حددت موقفها أثناء اللقاء بأن المهمة الوحيدة للمجلس هي تسليم السلطة لمدنيين وليس هناك أي تفاوض آخر. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وسوف تكون الأيام القادمة صعبة على السودان الذي يحتاج إلى تحكيم العقل والهدوء في التعامل مع الأزمة، رغم أن المجلس العسكري حاول فرض أمر واقع جديد، إلا أن القوى الأخرى تبدو متيقظة للمناورات، والتي كلفت حتى الأسبوع الماضي الكثير من الدماء، وهو أمر لم تعهده الممارسات السياسية السودانية خلال 6 عقود أو يزيد من أزمات الحكم والديمقراطية في السودان. هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم فيما مضى إلى تعليق حول الوضع الراهن في السودان تحت عنوان السودان والنفق المظلم. وقبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم، مستمعي ومستمعات الأفاضل، أعيد إليكم موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه إذاعة إرينا. تزايد كتابة شعارات الرفض والمقاومة في أسمرة. بدأت العاصمة أسمرة تشهد ظاهرة جديدة وغير مسبوقة، وهي انتشار شعارات عبارات الرفض والمقاطعة على الجدران وهواتف الشوارع العامة، وتشير الكتابات إلى أن أغلب كتابها هم من الشباب، حيث ظهرت عبارات لن نذهب إلى ساوة ودفعة فنقل لن نشارك بها، في إشارة لرفض الذهاب إلى معسكر ساوة للخدمة الإجبارية. بدأ الوساطة الإثيوبية في السودان بتكليف من الإيجاد. وصل يوم الجمعة الماضي إلى الخرطوم في زيارة مدتها يوم واحد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، والتقى رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، إضافة إلى وفد من قوى الحرية والتغيير. وقال مدني عباس مدني بأن قوى التحرير لها شرط واحد، وهو تسليم السلطة للمدنيين، وأن على المجلس العسكري تنفيذ ذلك، خاصة بعد تحديد الموقف الأفريقي في هذا الاتجاه.
مسؤول أممي يحذر من مجاعة وشيكة في الصومال. حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة من أن الصومال يواجه مجاعة بسبب إحدى أسوأ موجات الجفاف التي تشهدها البلاد منذ عقود. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أن ما كان متوقعا أن يكون موسم أمطار عادي في الصومال هو حاليا أحد المواسم الأكثر جفافا منذ أكثر من 35 عاما. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وقبل الختام مستمعي ومستمعات الأفاضل، أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إيرينا، لكم من محدثكم فتحي عثمان، ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إيرينا.